في السريع كده عشان مش عايز اضيع وقتكم بعد ما ضيعتوا ساعتين من عمركم في مباراة ما تستاهلش، مباراة بائسة تعيسة حزينة كئيبة على نفس مستوى الملعب والنقل التلفزيوني، التلاتة ما يتخيروش عن بعض. مش هنناقش ان الراجل نازل قصاد طنطا بيلعب 4-3-3 في حين انه لعب قصاد المصري 4-2-3-1، لا خالص، لان المفروض ان اي 11 يلبسوا التيشيرت الابيض وينزلوا الملعب مع اي مدير فني او من غير مدير فني خالص يكسبوا الشرقيه وطنطا واسوان والانتاج الحربي. لكن انتوا عارفين اللي حصل. طول تاريخ الطويل مع الزمالك ما شفتش مستوى بائس زي اللي بيقدمه الجيل ده الموسم ده، حتى في الفتره من 2005 ل 2013 ده كان اخر مستوى اللعيبه اللي الزمالك كان قادر يجيبهم في الوقت ده. انما الجيل الحالي الزمالك صارف ومكلف، وفي اوقات كتير قبل كده شفنا منهم مستويات وعروض بتقول انهم لعيبه كوره هم نفس اللعيبه، وزاد عليهم المجموعه اللي جت بشيء وشويات. بيقدموا دلوقتي مستوى لا يزيد باي حال من الاحوال عن اي فريق في وسط الجدول، يعني مش فارقين كتير عن في المستوى عن دجله او المصري او حتى طنطا اللي لعبها النهارده وبتهرب من الهبوط. شفتوا بؤس اكتر من كده؟ مش عايز احرق لكم الفيلم، بس بالمستوى ده والروح دي مش عاوزكم تتعشموا في بطوله افريقيا السنه دي. الزمالك كبيره يعدي من دوري المجموعات ده لو قدر حسب مستوى اهلي طرابلس وكابس يونايتد، واذا حصلت المعجزه فنهايه المشوار ده هتكون في دور الثمانيه. يبقى الحل ايه؟ الحل هو استمرار إناسيو لنهايه عقده الموسم اللي جاي، ويمشي اللي مش عاجبه ويجيب اللي يعجبه. اللعيب اللي عايز يحترف يمشي، واللعيب اللي حاسس انه قاعد غصب عنه يمشي، واللعيب اللي حاسس انه كان لازم يحترف والاداره هي اللي وقفت في طريقه يمشي، واللعيب اللي راح يدور على مستقبله بره وفشل ورجع قاعد في بيتهم لغايه ما الزمالك رجعه ومستواه منهار ومش عايز حد يواجهه بمستواه يمشي، واللعيب اللي شطب يمشي، واللعيب اللي جه غلط يمشي، واللعيب اللي فاكر نفسه لعيب وهو بلح يمشي، واللعيب اللي مش مقدر التيشيرت اللي هو لابسه ولا النعمه اللي هو فيها يمشي، واللعيب اللي يشوف جمهور واقف بالساعات في الشارع قصاد الفندق اللي نازلين فيه رغم ان ده اول لقاء حقيقي معاهم من ساعه نهائي افريقيا، والمستوى المعدوم اخر شهرين وبرده مفيش فرق في مستوى الاداء ولا الدم، لازم يمشي. ما يقعدش في النادي غير الزملكاوي اللي حاسس انه حقق حلمه باللعب في الزمالك وبيحلم يسعد جماهيره اللي صابره على البلاوي اللي بتشوفها. بعد كل ده ما يحصل نقدر نبدا نحاسب المدير الفني على اي حاجه، قبل كده لا، وبالفم المليان لا. عاوزين كلام في الاداء؟ الصراحه قعدت كتير افكر في كلام كتير مؤدب اقوله، لان الاداء اللي شفناه النهارده اي تعليق عادي وبديهي عليه ممكن يعاقب عليه القانون. الشوط الاول ابتدى وانتهى، واتحدى لو اي حد فاكر منه اي حاجه. في فرق بين اللي الراجل كان عايزه يحصل بالتشكيل اللي بدا بيه وبين اللي شفناه في الملعب. نظريا الزمالك بيبدا 4-3-3، الشناوي، علي جبر، الونش، ناصف، حسني، طارق ومعروف وريكو، شيكابالا ورفعت تحت باسم. المفروض نظريا في الحاله الهجوميه ريكو بيكمل ثالث مع رفعت وشيكابالا تحت باسم مع دعم من باكين الطرف ومسانده من معروف عشان الهجمه تبقى ب7 على الاقل، مع تثبيت طارق وعلي والونش على الدايره، وفي حاله الدفاع بتتحول الطريقه ل4-5-1 مع تضييق الخطوط في محاوله لقطع الكوره وبناء هجمه مرتده سريعه. ده نظريا، لكن عمليا مفيش اي حاجه حصلت من الكلام ده. اداء عشوائي، تمريرات مقطوعه، والموضه الجديده اللي طالعين فيها قصه اللونج باص اللي بتتعمل من ورا لقدام لباسم اللي احصائياته في الشوط ده كانت كارثه. ولا تمريره صح ولا شوطه واحده، والكره وصلته 4 مرات اتقطعت منه 4 مرات. يعني لو كان قاعد في بيتهم اتغدى ونام وما جاش مع الفريق اصلا ولا كانت هتفرق اي حاجه. الراجل مش متابع اصلا. لما تبقى اول محاوله هجوميه، وبقول محاوله واؤكد محاوله ان ده الاخير محاوله، بعد 24 دقيقه، يبقى احنا عايشين في مأساة. وبينتهي الشوط الاول زي ما بدأ، وسط امال وطموحات ان اللي جاي احسن، ومش عارف التفاؤل اللي عندي ده كنت جايبه منين وايه الاماره. معلش، ما انا ما بتعلمش من غلطاتي ولا سذاجتي. بيبدا الشوط الثاني بتغيير منطقي بخروج باسم ونزول مصطفى فتحي عشان يلعب إناسيو من غير راس حربه صريح. والحقيقه الزمالك اصلا ما عندوش راس حربه صريح، خلاص كلهم خارج الخدمه. واحد مش متابع، والتاني شطب من زمان، والتالت اللي فيه منه شويه امل مصاب، والرابع ايام بيقضيها شويه وينج وشويه على الدكه، والجديد النهارده بره خالص
وكده كده هو عارف انه ماشي فمش فارقه معاه. اللعب من غير راس حربة طريقه مش وحشه لو كان اللعيبه فورمه وفي صانع العاب فايق يقوم الفرقه، انما مصطفى خرج ولم يعد. رفعت وريكو قاعدين من اول الموسم احتياطي فصدوا. شيكابالا بيحاول، لكن شيكابالا الحالي موديل مختلف تماما عن شيكابالا بتاع زمان، بيحاول ومش عارف. لما معروف يوسف بمستواه ده يبقى احسن لاعب في الفريق النهارده، يبقى في مشكله، ومشكله كبيره محتاجه وقت كبير وكبير قوي عشان تتحل. مفيش حد تاني في الملعب يستاهل اضيع وقتكم في الكلام عنه غير طارق حامد، اللي دماغه اتفتحت في نص الملعب والهجمه كملت وهو كمل لعب دوره الدفاعي لغايه ما الهجمه خلصت وبعدها وقع والدم مغطي وشه، ودي نقطه الضوء الوحيده في الماتش للاعيب عنده دم. الشوط التاني كله اول عن اخر ما فيهوش غير شوطه رفعت في العارضه وفلفصه من غير اي نتيجه من مصطفى، وخطوره واضحه من طنطا اللي واضح انهم بينفذوا كلام وعندهم روح عشان عندهم هدف عاوزين يوصلوا له. خلاصة المباراة ضيعنا ساعتين ملهمش اي لازمة مع حاجة ما تستحقش. في ملحوظة ملهاش علاقة بالموضوع، ايه ده؟ وازاي كده؟ وفين تاني على ظهر الكوكب ممكن نلاقي كده؟ دهنين ارض الملعب بويا خضرة. عفوا انه الايجيبشن ليج.